اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم جميعا يا حبايب قلبي. هعمل معاكم ايه؟ هحضر معاكم الفطار. هعمل معاكم تحابيش. هحمر بطاطس وبتنجان وفلفل. اول حاجة حطيتها هي الطاسة طبعا ومسخنة الزيت كويس جدا. وبعد كده هبدأ اقلي البتنجان. انا بحب اقلي البتنجان والفلفل الاول والبطاطس في الاخر عشان احنا بنحب ناكل البطاطس سخنة. بعد كده احط بقى البتنجان يتحمر براحته. وطبعا قشرت البطاطس برضو قطعتها وغسلتها وجهزتها كده ومجهزة كل حاجة بقى جنبي. حتى الفلفل مقطعه ومجهزاه جنبي. هسيب البتنجان يتقلي براحته. اهم حاجة الزيت يكون كويس علشان الحاجة تتقلي كده وما تشربش زيت. صفيت بقى البتنجان كده كويس بطلعه على مناديل مطبخ. وبعد كده بقى احط الفلفل، والفلفل مش بياخد وقت في القلي خالص، بيتقلي بسرعة. بعد كده برضو صفيت الفلفل على مناديل برضو بتاعت مطبخ، والبطاطس برضو بصفيها على مناديل مطبخ. المناديل بتشرب عندي اي زيت، لو في مثلا الفلفل طبعا بيبقى فيه زيت بيشرب اي زيت عندي. كنت خلاص قليت بقى البتنجان والفلفل. هبدأ اقلي البطاطس. وهسيب برضو كده البطاطس كده تتحمر براحتها وتاخد اللون الذهبي. بديها بس تقليبة كده. اسيبها بقى تتحمر براحتها. قلت لغاية اما تتحمر. عملت برضو جبنة حادقة بالطماطم. وكنت طلعت برضو البطاطس كده. وخلاص بقى هبدأ اعمل فول. عندي بقى علبة الفول دي باندا حلو قوي. الفول ده بيبقى جاهز بس انا بحب اوضبه كمان. حطيت بقى طاسة كده على النار. وهفضي فيها بقى الفول اللي عندي واسيبه يسخن كويس جدا. ببدأ بقى افضي في الفول كده. انا حطيت العلبة كلها. انا اول مرة استخدم فول اللي هو باندا. انا بستخدم الفول التاني المعلب برضو. بس اول مرة استخدم ده وكان طعمه حلو قوي صراحة، عجبني. طعمه حلو وعجبني وعجب الاولاد كمان. بسيب بقى كده الفول عندي يسخن كويس. وبعد كده بقى وضبت بقى الفول كده. وحطيت بقى الفطار بتاعنا البطاطس وحطيت جرجير كمان. والبتنجان بقى والفلفل والجبنة والفول. وبس كده يا حبايبي، ده كان فطارنا النهارده. اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت لو ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبكده يا حبايبي اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد.